شات جي بي تي 4 ممكن ياخد شغلك. دلوقتي تقدر ترسم موقع على ورقه وترفع الصوره لشات جي بي تي 4 وهو هيحولها لموقع كامل شغال بالكود، مش مجرد صفحه ثابته، لا ده موقع متكامل بال HTML CSS والجافا سكريبت. اوبن اي اي عرضت الديمو ده والناس بدات تتساءل، هل دي نهايه المبرمجين؟ دي لحظه تاريخيه زي بيل جيتس لما كشف عن ويندوز 95 او لما ستيف جوبز اعلن عن الايفون. ده مش مجرد ذكاء اصطناعي بيحول صور، ده اي اي بيفهم التصميم السياق وبيحوله لحاجه تشتغل فعلا. ازاي شات جي بي تي 4 بيحول الرسومات لمواقع شغاله؟ كل اللي هتعمله انك هترسم اي تصميم على ورق، صورها وارفعها على شات جي بي تي 4، هيولد لك كود HTML و CSS، ولو في اي تفاعل هيضيف جافا سكريبت كمان. تقدر تستخدمه لعمل مواقع، تطبيقات، تحليل بيانات، وكمان حاجات اكتر من كده. مش بس مواقع، تقدر تولد كمان صور. طلبت من شات جي بي تي 4 يعمل ميم لقط مع مسدس وفعلا نفذ. قدرت اعدل عليه كذا مره، اغير المسدس، اضيف نص مختلف، لحد ما وصلت للصوره اللي عايزها. في كيوت طبعا على الصور العنيفه او الحساسه، لكن لو عرفت تكتب البرومبت الصح تقدر تتحكم في النتائج. في ادوات تانية تقدر تجربها بنفسك، حاجه زي ميك ريل، ارسم اي فكره وهيحولها لكود فورا، او درو.io، حول الرسومات لفلوت شارتس او خرائط تدفق ذكيه. في ميرمايند كود، اطلب من شات جي بي تي يرسم لك مخططات عمل معقده بسهوله. المستقبل لسه في البدايه، فكر كده، التكنولوجيا دي في اولها، فمتخيل لما تتطور اكتر هيكون شكل البرمجه عامل ازاي؟ جرب بنفسك وقول لي رايك في الكومنتات تحت.